فيلمنا بيبدأ مع بروكس، شاب بيدرس في آخر سنة في المدرسة الثانوية، وبيكون كل حلمه وطموحه إنه يدخل جامعة ييل، واللي بتكون جامعة خاصة ما بتقبلش غير المبدعين واللي عندهم أفكار مختلفة. وبيبقى بروكس بيكتب خطاب التقديم للجامعة، واللي لازم يبقى خطاب مميز بيعبر عن أحلامه وطموحه. وبيروح بروكس للجامعة، وهناك بيقابل المسؤولة عن قبول الطلاب، وبيقرا لها بروكس خطاب التقديم واللي بيبقى أكتر من 10 صفحات. وبتزهق المسؤولة عن القبول وبتقول له إنه بيكتب كويس، لكنه محتاج يكتب حاجة تعبر عنه فعلا، مش عن الحلم اللي بيحلم بيه وبس. فبيرجع بروكس البيت وهو متضايق، وبيسأل والده عن اللي عمله، وبيقول له يدخل جامعة تانية أحسن. لكن بروكس بيكون مصمم إنه يدخل جامعة ييل، وبيقول لوالده إنه لو اتقبل في الجامعة دي هيبقى معناه إنه شخص مميز. فبيقول لوالده إنه مصاريفها كتير وإنهم مش هيقدروا عليها، لكن بروكس بيقول له إنه هيتصرف. وبيبقى بروكس بيشتغل بجانب الدراسة في مطعم مع صديقه المقرب ميرفي، وفي المطعم بيسأل بروكس ميرفي عن خطاب التقديم بتاعه. فبيقول له ميرفي إن الخطاب بتاعه عن اضطراب صعوبة القراءة اللي بيعاني منه، وإنه كتب الكلام بالمقلوب، واللي بتكون الطريقة اللي بيقدر يكتب بيها الاشخاص اللي بيعانوا من الاضطراب ده. فبيقول له بروكس انها فكره عبقريه وانه نفسه يلاقي فكره زي دي. وبعدها بيدخل المطعم زميلهم في المدرسه، وبيكون اسمه ريس، وبيبقى شاب من عيله غنيه جدا ومعاه احدث انواع العربيات، واللي بيبقى بروكس معجب بيها جدا ونفسه يركبها ولو مره. وبيسمع بروكس ريس وهو بيتكلم مع صديقه وهو متضايق، وده لان اهله عايزينه ياخد بنت عمه لحفلتها في المدرسه، وده لدرجه ان عمه عرض عليه فلوس كتير جدا عشان يوديها. لكن ريس بيقول انه مش بيحبها، وده لانها بنت مغروره ومتكبره، وكمان لانه بيكون واعد حبيبته ماديسون انهم هيخرجوا مع بعض. فبتيجي لبروكس فكره، وبيعرض على ريس انه ياخد بنت عمه للحفله مكانه، وفي المقابل ياخد الفلوس اللي عمه هيديها له وياخد عربيته ليوم واحد. فبيوافق ريس لانه بيبقى عايز يهرب باي طريقه. وبالليل بيروح بروكس البيت بنت عم ريس، وبيبقى اسمها سيليا، وبيسلم بروكس على والد سيليا. وبعدها بيسمع سيليا وهي بتتخانق مع والدتها، وده لانها مش عايزه تلبس جزمه بكعب عالي، وفي النهايه بتنزل بجزمه عاديه جدا وما بتكونش لايقه على الفستان. فبتتضايق منها والدتها جدا. فبيقول لهم بروكس انه شايف ان جزم الكعب العالي هي نوع من الهيمنه على المراه، وده لان لبس الجزم بتاعت الكعب العالي شيء متعب وما بيفرقش غير في منظر الست ومش مهم راحتها. فبتفرح سيليا بكلامه وبتمشي معاه، وبيفتح لها بروكس باب العربيه، لكن سيليا بتتكلم معاه بوقاحه وبتقول له انها بتعرف تفتح الباب بنفسها. وبيركبوا مع بعض العربيه، وبيبقى بروكس ماشي على الجي بي اس، لكن سيليا بتقول له على طريق تاني، وتقول له انه بس طريق مختصر. فجاه بتقول له يقف، تبقى عايزه تنزل للمكتبه، وبتقول له يجي لها بعد ساعتين. فبيسالها بروكس لو المكتبه بالنسبه لها ممتعه اكتر من الحفله. فبترد عليه سيليا بكل ثقه انه اكيد طبعا. فبيقول لها انها مسؤوليته وانه مش هيقدر يسيبها لوحدها ولازم يروحوا للحفله زي ما اتفق مع والدها. فبتضطر سيليا تروح معاه وهي متضايقه، وبيوصلوا للحفله اللي بتكون معموله في المدرسه. وبيستغرب بروكس لما ما بيلاقيش حد بيرقص. فبتقول له سيليا ان الشباب بيجوا هنا عشان يتصوروا للانستجرام بس، لكن محدش بيرقص ولا بيستمتع بوقته. فبيعرض عليها انه يرقص معاها، وبترفض في الاول لكنها في الاخر بتوافق، وبتبقى بترقص رقص غريب. لكن بروكس ما بيحسسهاش بده، وبيخليها تتصرف على طبيعتها وبيرقص زيها. وبعدها بتيجي موسيقى كلاسيكيه، وبيبقى لازم يرقصوا وهم قريبين من بعض. فكسف سيليا جدا، لكن بروكس بيشجعها وبيرقص معاها. وفجأة بيشوف بنت جميلة جدا في الحفلة، فبيسرح معاها لدرجة انه بيدوس على رجل سيليا. فبتتضايق جدا وبتمشي وهي بتعرج، وبيروح بروكس يجيب لها تلج. وبتيجي نفس البنت الجميلة اللي بروكس اعجب بيها، وبيكون اسمها شيلبي، وبتطمن على سيليا وبتعرض عليهم يجوا الحفلة اللي هتكون في بيتها. لكن سيليا بترفض، وبتطلب من بروكس يروحها البيت لانها تعبانة. وبتركب سيليا العربية، وبتقول له انه بيقدم لها خدمة ممتازة، يفتح لها باب العربية وبيهتم بيها. وبتتريق وبتقول له انه لازم يشتغل في التمثيل وانه ياخد فلوس كتير جدا. وبيوصلوا البيت، وبتنزل سيليا من العربيه وهي بتعرج. فبياخد بروكس باله انها بتعرج برجلها التانيه. فبيتريق وبيقول لها انه ما يعرفش ايه الخبطه اللي ممكن تتنقل من رجل لرجل زي العدوى كده. فبتقول له سيليا ان ده مش تمثيل، وان ده ذكاء واستراتيجيه للهروب من اي مكان. وبتسيبه وبتطلع اوضتها. وبيطلب بروكس من والد سيليا الفلوس اللي المفروض ياخدها. فبيديله والدها فلوس بزياده، وبيقول انه ما كانش متوقع انه هيستحملها 3 ساعات. وبيرجع بروكس البيت، وبتجيله فكره. وفي تاني يوم بيقول لصديقه ميرفي انه عايز يصمم تطبيق يعرض فيه خدماته للارتباط مقابل الفلوس، وانه ممكن يمثل اي دور البنت تطلبه. وبيبقى ميرفي مصمم تطبيقات وعنده خبره عاليه في التكنولوجيا، فبيوافق يساعده مقابل انه ياخد نسبه على كل طلب. وبالليل بيخلص ميرفي البرنامج وبيعلن عنه، وبيجي اول طلب لبروكس، وبتطلب البنت انه يخرج معاها المتحف لوح فنيه. فبيقرا بروكس عن المتحف واللوحات الفنيه المعروضه، وبيلبس لبس انيق، وبيذاكر كل طلب بيجيله عشان ياخد تقييم عالي. وبتبدا الطلبات تزيد، وبيمثل بروكسي كل طلب بيجيله باحترافيه، وبيلبس اللبس المناسب لكل بنت. لحد ما في يوم بيلاقي سيليا بتكلمه، وبتعتذر له عن الطريقه اللي كانت بتكلمه بيها، وبتطلب منه يروح معاها حفله لشيلبي، وده عشان تمثل قدام الولد اللي بتبقى معجبه بيه انها مرتبطه بشاب وسيم. فبيوافق بروكس لما بيعرف ان شيلبي صاحبه الحفله، وبيلبس احلى بدله عنده، وبياخد سيليا وبيروحوا الحفله. وهناك بتشوف سيليا الشاب اللي معجبه بيه، وبيكون اسمه فرانكلين. وبتتوتر سيليا جدا وبتبقى عايزه تمشي، لكن بروكس بيشجعها وبيخليها تروح تتكلم معاه. وبيبقى فرانكلين ماسك اسطوانات موسيقيه قديمه، فبيقول له بروكس ان سيليا بتحب الاسطوانات
اللحظات الموسيقيه جدا وبيساعدها تفتح موضوع وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بيروح يقف مع شيلبي واللي بتساله لو هو عارف ان حبيبته واقفه مع فرانكلين، فبيقول لها انهم مش بيغيروا لانهم واثقين في بعض وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وهم مبسوطين. وبتعجب شيلبي بخفه دمه لكنها بتكون مفكراه غني وفي نفس مستواها. وبعدها بيقابل بروكسي سيليا في الحفله وبتقوله انها نجحت في علاقتها مع فرانكلين وانهم هيروحوا مع بعض حفله بعد اسبوعين. فبيفرح بروكسي جدا وبيتكلموا مع بعض وهم بياكلوا ايس كريم. وبيسالها بروكسي عن الجامعه اللي عايزه يدخلها، فبتقوله على جامعه ميتشيجن واللي بتبقى جامعه حكوميه بتقبل اي حد. فبيستغرب بروكسي رغبتها وده لانها غنيه. فبتقوله سيليا انها ما يفرقش معاها اسم الجامعه او انها تدخل حاجه غاليه ومرموقه وده لان المظهر مش مهم بالنسبه لها. فبيقولها بروكسي انه عكسها تماما وان نفسه يدخل جامعه ييل. فبتقوله سيليا انها ممكن تاخد له ميعاد مع رئيس الجامعه ده لانه بيكون صديق والدها. فبيفرح بروكسي جدا وما بيكونش مصدق نفسه وبيرجعوا البيت وهم مبسوطين. وبتبقى حياه بروكسي اتحولت لحفلات ومواعيد تطبيق المواعده وبس. وبينسى بروكسي صديقه ميرفي. وفي المطعم بيبقى ميرفي متضايق جدا منه فبيحاول بروكسي يعتذر له وبيتفق معاه انهم يخرجوا مع بعض زي الاول. وفي تاني يوم بيروح بروكسي ميعاد لطلب تاني من الابلكيشن وهناك بتتصل بيه سيليا وبتساله لو فاضي بكره. فبيقول لها بروكسي بلطف انه هيبقى فاضي عشانها في اي وقت. فبتقول له سيليا انه هيقابل رئيس جامعه ييل بكره. فبيفرح بروكسي جدا وبيشكر سيليا بكل امتنان. فبتقول له سيليا انها المره دي هتعدي عليه بعربيتها وهتوصله بنفسها. وفي تاني يوم بتيجي سيليا في ميعاد المقابله وبتشوف بروكسي وهو لابس نظاره ولبس غريب جدا وده عشان عايز يبان انه مثقف وذكي. فبتقول له سيليا انه مش محتاج يكون اي حد تاني غير نفسه وبتخليه يقلع النظاره ويبقى شكله بسيط. وبيوصلوا الجامعه وبيبقى بروكسي متوتر جدا وقلقان وبتشجعه سيليا وبتقول له انه هينجح. وبيدخل بروكسي المكتب العميد وبيتكلم عن درجاته العاليه ونشاطاته اللي كلها ليها علاقه بالمذاكره والدراسه. لكن العميد ما بيكونش مهتم وده لانه بيدور على شخص بيحب نفسه وبيعمل حاجات ممتعه ومختلفه. وبيقول لبروكسي انه قابل واحد بيربي الدود اللي موجود في النفايات وانه بيدور على حد عنده انشطه غريبه ومختلفه زي دي. فبيقول لبروكسي انه بيحب تربيه النحل وبالصدفه بيبقى العميد كمان بيحب تربيه النحل وبيفضلوا يتكلموا عن انواعها طول المقابله بكل شغف. وبيخرج بروكسي لسيليا اللي بتكون مستنياه وبيحكي لها انه بعد ما عمل بحث تفصيلي عن العميد قدر يعرف شغفه بتربيه النحل وعشان كده ذاكر كل حاجه ليها علاقه بالنحل عشان يبهره. فبتتضايق سيليا منه جدا لانه كده. فبيقول لها انه نوع من التمثيل مش اكتر كانه رايح لموعد من مواعيد التطبيق بتاعته. فبتقول له سيليا وهي متضايقه ان ده مستقبله ومش مجرد ميعاد بيمثل فيه. فبيقول لها بروكسي انها كمان منافقه وبتمثل قدام فرانكلين انها بتحب الموسيقى وحاجات تانية كتير لكنها في الحقيقه عايزه تبهره. فبتتضايق سيليا منه جدا وبيركبوا العربيه. وبعد شويه بتعتذر سيليا لبروكسي وبتقول له انه عنده حق وانها منافقه ودايما بتمثل انها وقحه وعنيفه عشان تداري مشاعرها الحقيقيه وده لانها بتخاف حد يعرف حقيقتها. فبيقول لها بروكسي انها شخص لطيف وجميل ولازم كل الناس تعرف الجمال اللي جواها وتتعرف على سيليا الحقيقيه. فبتفرح سيليا بكلامه جدا وبتكتسب ثقه اكبر في نفسها وبيخرجوا مع بعض وبتتعرف سيليا على ميرفي وبيبقى بيحكي موقف طريف على بروكسي واللي كان فيه بيحاول يبعت رساله بريد بنفسه لبلد تانية. وبعدها بيقوم بروكسي عشان يحاسب. فبتسال سيليا ميرفي عن الجواب. فبيقول لها ميرفي ان والده بروكسي سابت البيت واتجوزت دكتور وبقى عندها طفلين وانها كل سنه بتبعت لبروكسي صورتها مع عيلتها الجديده. فبتتاثر سيليا جدا وبتبص لبروكسي بنظره تعاطف وده لانه ما بيحكيش اي حاجه عن مشاكله ودايما بيضحك. وبيخلصوا وبيقرروا انهم يروحوا وبيبقى بروكسي متفق مع ميرفي انهم يخرجوا مع بعض لكن ميرفي بيحس ان بروكسي مش متحمس. فبيساله لو مش عايز يجي معاه. فبيقول له بروكسي ان جاله طلب على التطبيق. فبيقول له ميرفي بحزن انه ممكن يمشي عادي وبيبقى متضايق جدا لكن بروكسي ما بيحسش بده وبيسيب صديقه وبيمشي. وبالليل بتخرج سيليا مع فرانكلين واللي بيقعد يتكلم عن حاجات ممله زي طريقه صنع القهوه والموسيقى القديمه وحشره الخنفساء. وبتفقد سيليا اعجابها بفرانكلين اللي بيبقى شخصيه معقده وطول الوقت بيتكلم عن نفسه وبس. وبعدها بيتصل بروكسي بسيليا وبيسالها عن اللي عملته مع فرانكلين. فبتضطر سيليا تكذب عليه وبتقوله انها كانت مبسوطه جدا وده لانه بيكون متحمس انه يرتبط بشيلبي وبيكون مستني حفلتها بفارغ الصبر. وبيتفقوا مع بعض على سكريبت هيقولوه لما ينفصلوا قدام الناس وده عشان فرانكلين وشيلبي يعرفوا بحقيقه انفصالهم. بيجي ميعاد الحفله وبتبقى سيليا لابسه جزمه بكعب عالي لاول مره وبتلبس فستان جميل وبتحط ميك اب وبتخرج سيليا من البيت وبيبقى بروكسي مستنيها في العربيه. وبتكون اول مره بروكسي ما يبقاش مهتم انه يفتح العربيه لسيليا وبتبقى سيليا مستنياه يشوفها وهي متغيره. وبتركب العربيه وبيكون بروكسي مركز في الموبايل بتاعه وبيقول لسيليا انه بيحضر باقي السكريبت اللي هيقولوه عشان تتدرب عليه. فبتستغرب سيليا اهتمامه انهم يسيبوا بعض فبتضطر تفضل ماشيه على الخطه. وبيبقوا متفقين ان بروكسي هيعرف ان سيليا خرجت مع فرانكلين وانه هيتهمها بالخيانه وبيحصل فعلا وبيتخانقوا مع بعض باعلى صوت. لكن بروكسي بيكمل وبيقول لها كلام مختلف وبيقول لها انها انانيه وما بتفكرش في مشاعر اللي حواليها انها بتمثل انها قاسيه عشان تخبي مشاعرها الحقيقيه. وبيقول لها انها منافقه وبتتصدم سيليا من كلامه اللي بيكون حقيقي وبتحس بالاحراج وسط الناس بعد كلام بروكسي وبتعيط وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيبعت بروكسي رساله لسيليا وبيقول لها ان تمثيلهم كان حلو جدا لدرجه انه فكروا حقيقي
لكن سيليا ما بتردش عليه، وبتيجي شيلبي عشان تواسي بروكسي وبيتفقوا يخرجوا مع بعض. وعلى الرغم من ان بروكسي بيوصل للي هو عايزه، لكنه بعد ما ارتبط بشيلبي وجمع فلوس كتير جدا حزين ان سيليا ما بتردش عليه، وبيروح شغله في المطعم وما بيلاقيش ميرفي، وبيعرف انه غير وردياته بسببه، وقال عليه انه ما بيفكرش غير في نفسه، وبيبقى فقد اعز اصحابه بسبب انانيته. وبيجي ميعاد حفل تخرج واللي هيكون بروكسي فيه رفيق لشيلبي، وبيبقوا بيرقصوا مع بعض. فجأة بيشوف بروكسي بنت من البنات اللي اتعرف عليهم من خلال التطبيق، واللي بتشكره لانه ساعدها ترتبط بفتى احلامها. فبتساله شيلبي عن التطبيق، فبيحكي لها بروكسي عن احلامه ورغبته انه يدخل جامعه ييل، وانه بيحوش فلوس من خلال التطبيق عشان يدفع رسوم الجامعه، وده لانه مش غني زي ما هي فاكره. فبتتصدم شيلبي وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيشوف بروكسي سيليا وبيطلب منها ترقص معاه، وبيحاول يعتذر لها، لكن سيليا بترفض وبتقوله انها مش صاحبته الاحتياطيه. وبيرجع بروكسي لبيته وحزين، وبيرفض كل طلبات المواعده اللي بتجيله من التطبيق، وبيكتب خطاب التقديم للجامعه من تاني، لكن المره دي بيحكي فيه عن نفسه فعلا من غير كذب او تمثيل. وبيتكلم عن سيليا وعن البنات اللي خرج معاهم والشخصيات اللي اضطر يمثلها عشان الفلوس، وبيحكي عن مشاعره واحساسه بكل حريه. وبيتكلم ان من بين كل البنات اللي كان مضطر يكذب او يتقمص شخصيه غير شخصيته معاهم، كانت سيليا الوحيده اللي قدر يكون فيها على طبيعته ومن غير تكلف او تمثيل. وبيتبع الجواب، وفي تاني يوم بيطلب انه يقابل سيليا، وده بحجه انه يوريها خطاب التقديم بتاعه. وبتقابله في الكافيه وبيقول لها انه مش هيقدم لجامعه ييل، وانه قرر يقدم في جامعه حكوميه عاديه، وده لانه شايف ان المكان اللي بيخليه مضطر يكون حد تاني غير نفسه يبقى مش مكانه اصلا. وبيدي بروكسي سيليا خطاب التقديم وبيسيبها وبيمشي، وبيبقى الجواب ليها اصلا وكانها هي الجامعه اللي عايزها تقبله، وبيطلب منها تسامحه. وبالليل بتبعت له سيليا طلب للمواعده، وبتبقى البيانات مشفره، وبيرفض بروكسي الطلب، لكن سيليا بتفضل تبعت وبروكسي بيرفض. وفجاه بيرن جرس الباب، وبتطلع سيليا واللي بتقول له يجي معاها، وبتاخد بروكسي معاها للمطعم اللي كان شغال فيه، وبيلاقي فيه حفله كبيره معموله عشانه، وبيبقى ميرفي موجود وبيسامحوا على كل حاجه، وبتسامحوا سيليا وبيعترفوا لبعض بحبهم بعد ما بروكسي عرف قيمه الصداقه الحقيقيه والحب الحقيقي اللي بيكون فيه على طبيعته واللي بيبين في عيوبه قبل مميزاته. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.